إلا بغيتي شعر صحي قوي وطويل بلا تساقط وبلا تقصف، جربي زيت الشعر اللي فيه مكونات طبيعية ومغذية وكيعالج جميع مشاكل الشعر. التركيبة ديال الزيت كتحارب الجفاف والتساقط وكتزيد من طول وكثافة الشعر. جربيه وشوفي الفرق في شعرك من أول استعمال. هاد الزيت ممكن تضيفيها في وصفات الشعر بحال المشاط الخليجي، أو تصاوبي بها زيت الكركر السوداني، أو تستعمليها كحمام زيت. غادي نحتاجو في المكونات المعلقة كبيرة ديال الكركدي اللي كيقوي الشعر، كيحفز النمو وكيمنع التساقط. معلقة كبيرة ديال المورينغا اللي كتغذي الشعر وكتطولو وكترطبو. معلقة كبيرة من زريعة الكتان اللي كتوازن درجة الحموضة وإفراز الزيوت في فروة الرأس وكتحميه من التلف. معلقة كبيرة من الحلبة اللي كتطول الشعر وكتقويه وكتعالج حتى القشرة. معلقة كبيرة من الحبة السوداء أو السانوج اللي كيوقف تساقط الشعر وكيقلل من ظهور الشيب. معلقة كبيرة ديال الفريفرة اللي الشكل ديالها كيشبه النافع، فهي ممتازة في تطويل الشعر، كترطبو وكتخليه لامع. معلقة كبيرة من زريعة البصلة اللي كتعالج الصلع وكتطول الشعر وكتقويه. معلقة كبيرة من السبيرولينا اللي غنية بالبروتينات والفيتامينات اللي كتدعم نمو الشعر وكتغذيه من الجذور. معلقة كبيرة من الخزامة اللي كتقضي على القشرة وعلى الفطريات. غادي نحتاجو أيضا 300 مليلتر من أي زيت بغيتو، استعملوا الزيت اللي كتناسب شعركم. إلا ما كانتش متوفر عندكم سبيرولينا ممكن تستغناو عليها. فاش تشريو الأعشاب قبل ما تستعملوهم نقيوهم مزيان من التراب ومن الحجر. غادي تطحنوا جميع الأعشاب في المهراز ما عدا زريعة البصلة والخزامة. أنا عندي سبيرولينا ديجا مطحونة. هاد الأعشاب غير هرمشوهم بالمهراز ماشي حتى يوليو بودرة. فغادي نبقاو واحد شوية. من بعد ما وضعنا الزيت في قرعة ديال الزاج غادي نسدو عليها ونحطوها في كاسرونة عامرة بالماء ونوضعوها على نار مهيلة لمدة 30 دقيقة أو أكثر، مرة نحلو على الزيت باش نحركوها. هذه الطريقة الأولى ديال التحضير اللي سميتها الطريقة الساخنة اللي كتوجد من بعد 15 يوم. أما الطريقة الثانية أو الطريقة الباردة اللي ممكن حتى هي تستعملوها كتوجد من بعد 40 يوم. الزيت ما كتعرضش للحرارة وكتبقى في مكان مظلم مع التحريك. من بعد ما سخنا الزيت في حمام مريم نخليوها حتى تبرد، نغطيوها بورق الألومنيوم ونوضعوها في مكان مظلم لمدة 15 يوم، ومرة نحركوها. من بعد نصفيوها وتكون جاهزة للاستعمال. كنوضعوها على شعرنا لمدة ما كتجاوزش ساعتين، من مرة حتى ل2 مرات في الأسبوع. وصلنا لنهاية الفيديو،
كنتمنى ينال إعجابكم وإلى اللقاء.